ازيكم عاملين النهارده؟ هوريكم طريقة تنزيل لعبة دريم ليجن 2019 مهكرة. واول حاجة بتعملوها انكم بتروحوا تنزلوا هابي مود، وده برنامج تهكير العاب. فانت اول حاجة بتعملها انك بتروح على جوجل وبتكتب فيه هابي مود. هابي مود بالشكل ده، بتضغط بحث لغاية ما بيظهر لك اول رابط ده مكتوب عليه هابي مود، بتدوس عليه. بعد كده بتنزل تحت وبتدوس على داونلود. بعد ما ينزل على طول بتخش عليه، هو بيكون هو ده، بتدوس عليه تستناه يحمل. بعد كده بتروح على البحث وبتكتب في البحث دريم بس، حتى مش مشكلة ليجا. بعد كده بتدوس بحث، بتلاقيها طلعت لك اول واحدة بتدوس عليها. بعد كده بتدوس على تنزيل هدية اهي، اول واحدة بتدوس عليها تنزيل، وكده اللعبة بتنزل مهكرة. بعد كده بتخش على اللعبة بالشكل ده، ودي بتبقى مقفولة عندكم، ودي اللي هي بتلعب من طريقها مع اي صديق معاك. فانا هنزل لكم فيديو تاني على انتوا بتلعبها مع اصدقائك تلعبها ازاي. بعد كده دي بتبقى مقفولة عندك، لازم عشان تفتحها بتكون لازم تلعب 5 مباريات عشان تتفتح. وهي بس انت داخل بتعوز برضه لسه تخش تلعب والكلام ده. ودي اللي ما يعرفهاش يعني بتخش عليها بتشتري اي شخصية. لو عايز تبحث، في ناس يا جدعان بتبحث من الحتة دي غلط، خلي بالكم. البحث بيبقى فيه كلمة سيرش في النص اللي شايفها، بتضغط عليها وبتبحث اللي انت عايزه بس كده. ومن هنا بتكون الفرقة بتاعتك، واللي عايز تدريب يبقى هنا التدريب اهو، ده مكان التدريب. لو ضغطت عليها بتخش في ساحة التدريب اهي. وكمان لو انت مثلا عايز تغير لون اللبس بتاعك بتدوس على دي اهي، ادي اهي لون اللبس اهي. هي دي اول واحدة بتقدر تغير لون اللبس، دوس عليها بتختار اللبس اللي انت عايزه وبتغيره. زي مثلا لو انت اخترت ده بتدوس على ده وبتلونه اشكال والوان اللي انت عايزه. ولو انت بقى عايز يبقى تغير اشارة الفريق بتدوس على دي، بتغير اشارة الفريق اهي، بتغيرها اهي، بتروح شمال ويمين وبتغير الوانها عادي. بعد كده لو عايز تكتب اسم فريق جديد بتدوس على اهي التالتة دي وبتكتب اللي انت عايزه. ومن هنا بقى دي اللي هي تقدر تلعب اي ماتش بس كده. ودي كانت محتويات فيديو النهاردة. سلام.